مبدئيا كده، هو احنا ليه بقينا نخاف من كلام الناس اكتر من خوفنا من ربنا؟ عمرك لاحظت انك اول ما تعمل حاجة غلط تبص حواليك بسرعة؟ ليه؟ خايف من الناس؟ طب وربنا يا عم اللي شايفك من قبل ما تخطط ومن غير ما تقول. عايز اقولك ان في الفيديو ده هنتكلم بوضوح ليه بقينا نعيش علشان نرضي الناس وننسى اللي خلقنا. كلنا وقعنا في الفخ ده، لبسنا أقنعة علشان المجتمع، علشان نظرة الناس، علشان الصورة اللي بنحاول نحافظ عليها. السؤال الحقيقي هنا، مين أهم؟ صورتك أنت قدام الناس ولا حقيقتك قدام ربنا؟ اللي بيغش في الامتحان بيخاف من المراقب مش من ضميره. اللي بيكذب على أهله بيخاف يتفضح مش من ربنا اللي سامعه. طب يا عم، فين إحساسك إن ربنا شايفك؟ فين ضميرك اللي كان بيرن جواك زمان؟ احنا بقينا في زمن السوشيال ميديا، في زمن الصورة أهم من الحقيقة، في زمن الناس بتحكم عليك من التيشيرت اللي انت لابسه مش من نيتك. بس لما تموت مين هيحكم عليك؟ الناس ولا رب الناس؟ فأنا عايز أوصل لك رسالة، بلاش نعيش في جلد من نظرة المجتمع وننسى إن في نظر دايم من اللي خلقنا. لو غلطت راجع نفسك علشان ربك مش عشان الناس. ما تقولش عليك غلط، الناس ممكن تسامح وممكن تفضح، لكن ربنا بيستر وبيغفر لو رجعت له بصدق. فلو الفيديو لمسك دوس لايك وسيب لي رايك، وايه اكتر موقف في حياتك حسيت فيه انك كنت خايف من الناس اكتر من ربنا. واوعى تنسى تشترك في القناة لو لسه مش مشترك، لان اللي جاي هيهزك انت من جوه.